بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتنا ونستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبدأ الحجم الأول ونشوف تفاصيل إن شاء الله كما ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، فقه مدعم بالأدلة. سبقا ما نحتاجوش ديما للسبورة، ربما وقت نجيو نتحدثوا على ميناء ومزدلفة وعرفات وكالمسيرة نتاع الحاج ومشي ورجوع وتنقل وجمرة كبيرة الوسطى وجمرة صغرى وجمرة كبرى وهكذا، هذا يحتاج للتصوير، يعني يحتاج للبيان. فكل حاجة تحتاج للبيان نستعمل السبور، ما كانش أنا يعني نقرأه من الكتاب ونشرحه بقدر الإمكان. أولا تعريف الحج. الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء. الإنسان كيف يقصد مكان يسمى حج، لكن كان في اللغة العربية حج يعني قصد، في الأصل هي قصد، يعني خاصة البقعة اللي عندها برشا قصاد، يعني يمشي لها برشا ناس يقولوا فلان حج في البقعة الفلانية. وفي الشرع هو زيارة الكعبة في موسم معين، في وقت معين، خاطر الحج عنده وقت معين، مش على طول السنة كالعمر. أيوة للجماعة. وفيه وقوف عرفة، وفيه زايد على العمرة وقوف عرفة، أو هو قصد مخصوص إلى موضع مخصوص في وقت مخصوص، ويمكن يتلخص كلمة هو قصد مخصوص، قصد معين إلى موضع مخصوص، موضع معين اللي هو الكعبة مثلا وميناء ومزدلفة وعرفات، أماكن مخصوص في وقت مخصوص في أشهر الحج، يعني ما يجيش في غير أشهر الحج، على شرائط مخصوصة وبشروط مخصوصة معينة. تو نجيو الحكم الحج، شنو هو حكمه في الشرع؟ نحن نعرف كل حاجة يعملها الإنسان إلا لابد يكون عنده حكم في الشرع، يا اما تكون واجبة لابد له باش يعملها، يا اما تكون مندوبة إذا كان عملها يحصل أجر، لكن إذا كان ما عملهاش معلش في إثم، يا اما تكون مباحة هو مخير باش يعملها ولا ما يعملهاش، يا اما تكون مكروهة الأحسن ما يعملهاش باش يحصل الثواب، ويا اما تكون محرمة إذا كان يعملها يتعاقب، وإذا ما يعملهاش بنية تقرب إلى الله يثاب. شو حكم الحج؟ قال هو فرض، يعني يدخل في الوجوب، هو فرض عين. سمعت فرض عين يعني فرض على كل من يجب عليه الحج وهو قادر عليه، ويكون يعني مسلم وبالغ وعاقل وقادر على الحج، عنده الاستطاعة، هذا واجب عليه، ما ينجمش يكلف غيره حج عليه وهو حي. هكذا قال فرض عين، يعني فرض يجب على الشخص ما يقبلش النيابة. هو فرض عين مرة في العمر على الفور. المالكية يروا أن وجوبه على الفور، يعني لو كان أنت السنة عندك باش تحج وزدت يعني وقت قيد في الحج وطلع اسمك، يعني يولي واجب عليك باش تحج، يعني ما تقول سايب ما صحليش بطلش خلي عمره يأثر، بحيث كان يموت يولي مطلوب، يعني أن هو جاته الإمكانية باش يحج وما حجش. كيف اللي يموت هو تارك الصلاة مثلا، جاء وقت الصلاة وما صلاش حتى من خرج وقت، ما صلاش الصبح حتى زرقت الشمس، تكاسلا، مش يعني خاطر صباح ناقد ولا العذر آخر شرعي، لا تكاسلا، وكان يموت هو بعد الزروق يطالب وربي بك الصبح أنا ما صليهاش. كيف زاد قادر على الحج وعنده المال وعنده الاستطاعة وعنده إمكانية الخروج للحج، يعني ولازم حتى كان يقاش يمشي على طريق بلاد أخرى وكذا، يعني عنده الإمكانيات باش يحج، لو كان حد يعني يحج. هذاك إذا كان كاسل ووخر الحج يكون آثم، يعني لو عجزته المانية قبل ما يحج ولي مطلوب. هذا يقول فمن يقول الحج على التراخي، يعني أنا عنده العبر الكامل وقت اللي يحج ما يسالش، تم القول هذا، مش ما تمش، لكن القول هذا يمقدم عليه، كون خاطر ربي سبحانه وتعالى يحب المبادرة للخير، ما دام قدرت باش تعمل خاصة الواجب، قدرت باش تعمل الواجب قوم به، واش توخر فيه.
يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني ما دام لقيتوا فرصة للحج حجوا قبل ما تصعب عليكم الأمور وما تنجموش تحجوا، خاطر ما تدريش شنو يقع بين السنة وعام الجاي، يعني وشنو يقع ربما بعد 5 سنين ولا بعد 10 سنين، ربما تصعب الأمور أكثر، ربما تسهل، الله أعلم. إذا توفرت الشروط الآتية ودليل فرضيته، شنو هو دليل كونه فرض؟ خاطر كل حاجة وقت الفقهاء يقولوا هذا واجب ولا هذا مندوب ولا هذا مباح ولا هذا مكروه ولا حرام، لو بد باش يقدموا الدليل باش السامع يقتنع. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة حج البيت، على رواية حفص حج البيت، على رواية قالون ورش حج البيت، يعني رواية نافع، والزوج صحاح، قراءتين هما صحاح لأنهم واردين عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلت حج البيت أو حج البيت، وقراءتنا احنا حج البيت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني الاستطاعة ذكرها ربي في القرآن، قال يلقى السبيل باش يحج يحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شوف كان إشارة تقولش عليه هلا قادر على الحج وما حبش يحج، كان يعني كافر بنعمة ربي، أن ربي سبحانه وتعالى أعطاه الوسائل وأعطاه المال وكذا وما حبش يقوم بهالنعمة هذه. خاطر الكفر نوعين، فما كفر مخرج عن الملة، هو يعني أما ينكر وجود الله ولا ينكر حاجة معلومة من الدين بالضرورة، ولا يقول ما فمش حياة بعد الموت وكذا، هذا كيف كفر يخرج عن الملة. وفما كفر نعمة. شنو كفر نعمة؟ يعني يعطيك ربي نعمة وما تشكرهاش، تسمى كفرت بك النعمة هذيك. فإذا كان الإنسان أعطاه ربي مال وأعطاه ربي صحة وأعطاه ربي يعني برشا وسائل باش ينجم يحج، ومع ذلك ما حبش يحج، كانوا كفر بهالنعمة هذه. هكا علاش قال ربي ومن كفر فإن الله غني على العالمين، غني عليه وعلى حج، ولكن يتحمل مسؤوليته قدام ربي في التقصير. ووجه الاستدلال من الآية أن اللام في لله لام الإيجاب والإلزام. هذه علماء الأصول يقول لك اللام هذه لام الإيجاب والإلزام، يعني ولله على الناس، يعني أي شيء مفروض على الناس. اللام كانت هي اللام التي تفرض، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم أكده بقوله على، ولله على الناس. كلمة اللام فيها الفرض والإلزام، وكلمة على كما يقول عليك أن تفعل كذا، هذا فيه إلزام، يعني عليك أن تفعل كذا هذا فيه إلزام. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وهكذا. يعني هذه كلمة على زال فيها إلزام، ولهذا الفرضية هنا مأكدة بحاجتين، باللام هذه وبعلى. ثم أكده بقول على التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. العربي وقت يحب يلزم واحد بحاجة يقول له عليك، عليك. ها نحن نقول عليك بنفسك، ما تلهاش بغيرك، عليك بنفسك، يعني الزم نفسك. بحيث أن كلمة عليك زاد هي الإلزام. تلقى كلمة الوجوب وتلقى كلمة وتلقى اللام هذه وتلقى على وتلقى الأمر، كلها ضمن الوجوب يعني. قال شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله: ويتجه أن تكون هذه الآية هي التي فرض بها الحج على المسلمين، وقد استدل بها علماؤنا على فرضية الحج، فما كان يقع من حج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبل نزولها فإنما كان تقربا إلى الله. قال إذا كان حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج المسلمين قبل نزول هذه الآية راوا الحج هذاك كانوا تطوع، يعني القرب إلى الله، لكن بعد نزول هذه الآية ولا الحج واجب. كما كان قبل نزول آية الزكاة
كان تطوع اللي يحب يتصدق كذا، نزل الناس في مكة وكذا، اللي يحب أن يتصدق يتصدق. وقت اللي نزلت الآية بتاع الزكاة ولا واجب باش الإنسان يعني خرج مقدار من ماله معين عينه الشرع للفقراء والمساكين واجب عليه. هذيك إنما الصدقات للفقراء. كانت قبل ركعتين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد على الناس سيدنا إبراهيم، ركعتين في الصباح وركعتين في العشية، ما همش واجبين عليهم، تطوع إلى الله. وقت نزلت فرض الصلاة ولات واجبة على المسلمين. واستصحابا للحنيفية، الحنيفية يعني الإسلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرتين بمكة قبل الهجرة. قبل الهجرة اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم حج مرتين وهو في مكة، من زي ما تصرف في حج تصرف في المدينة. ووقف مع الناس وقصد في عرفات. فأما إيجاب الحج في الشريعة الإسلامية، لأنه هم حتى كفار قريش كانوا يحجوا، لكن مخلطين الحج بتاعهم بالأصنام وعندهم طريقة معينة في الحج. وكل الوجهاء ويسميوا الحمص عندهم طريقة في الحج، وكل ضعاف الفقراء عندهم طريقة أقل في الحج، يعني حاقرينهم يعني حج الأكابر طريقة وحج الأصاغر طريقة، يعني هم يسميوا روحهم الحمص يعني. فلا دليل على وقوعه إلا هذه الآية. فما دليل على وقوع وجوب الحج إلا هذه الآية. وكذلك بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وقت قال واحد كل عام يا رسول الله، ما بداش يجاوب كل عام يا رسول الله، ما بداش يجاوب كل عام يا رسول الله، ما بداش يجاوبوا. خاطر النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، لو كان قال كل عام تولي واجب الحج كل عام لا يقدر عليه حد. قال لو قلت نعم لوجب ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، ما دام تركتكم ما تكفروش عليه بالأسئلة. رغم السؤال هذا يرجع بظهركم، يعني يشدد عليكم ربي كما شدد عليه البقرة. مبدأ ويسألوا حتى خذاهم بل يجد هذا من القول. كان واحد برك في العالم أجمع كان لازم يأخذوا أي بقرة يأخذها كما يقولوا فلوس نحن بمليون ولا بمليون ونص، لا هم في الآخر أخذوها ب20 مليار. أعرف من يجلد هذا يعني. في الفرق بين تاخذ بقرة بمليون ونص وبين تاخذها ب20 مليار ولا 30 مليار. هم قلنا لونها، قلنا انها كبيرة ولا صغيرة، حارثة تحرى متعودة على الحرث ولا مش متعودة كذا. ليه؟ وكل مرة يعطيهم وصف زيت الرياق، كل مرة يعطيهم وصف زيت الرياق. في الآخر يعني القول واحدة برك تتمثل فيها الأوساط، يعني كل واحدة فريدة من نوعها، وهي الفقراء ومساكين وعزيز عليهم، وخلها لأبوهم وأبوهم رجل صالح يعني. وكيف جاي توفى ما عندهاش شكون يكتب لك البقرة، اطلب من ربي باش يكفلها له، وربي يكفلها له. سير حكاكة في البرية وحاجة لم يتعب عليها لم يسرقها لشيء، والصغيرات هما يشربوا من الحليب وكذا. كيف وعاجة بهم البقر. كيف جاوا بني إسرائيل حب يشربوا قالوا أبدا كان بيعوها لكم يودي في طولكم في عونكم، لا شيء ما نشوف البقرة هذه عزيز علينا وابونا رجل صالح وكذا وخليها لنا. هذيك يعني كما يقول بلغتنا نسموا عليها ريح بونا. فراو قال باهي تحبوا نبيعوها لكم، كيف ربحاها؟ لو جلد هذاك الأجر نتاعها كان تاخذوا تخلي. قالوا باهي ناخذوا، بداوا يتردوا خافوا من عقاب ربي ولا ياخذوها يعني، وياهم من يجلد هذا. هو رزق شاق ربي، لكن المساكين الفضل بهم الصالح يعني. شوف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بهم كان تقي لله، هذا ساق الوليدات ورزقنا كانوا يتوقعوه ولكن يتوقعوا حتى حد. ورزق هذا جاء من تعنت بني إسرائيل، يعني مصايب قوم عند قوم منافع يعني بحيث شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يصرف الأمور في الكون، كيف يجعل الأسباب.